ورجعنا لكم بعد غياب. كيف حالكم؟ ايش سويتوا بغيابي؟ طبعا انا قعدت على الجوال لمدة 3 ساعات تقريبا. ما عليكم، ترى شعري ما يتح في الاكل، لا تقولوا لي شعرك وهذا. ولا مرة صار ان طلعت شعر من الاكل، ولا مرة الحمد لله. المهم قعدت على الجوال، بس مو قعدت كذا اتونس على الجوال، والله قعدت اشتغل. فاخيرا خلصت، ودحين قاعدة اسوي غدا سلاش عشاء اللي هو عبارة عن رز ابيض وإدام. إدام طبعا جاهز عندي في الثلاجة، بس قلت خلاص هسوي عليه رز ابيض. بعدين راح نفتح الشحنة مع بعض واوريكم الاشياء اللي قلت لكم عليها وبس. مين لسه ما شاف حفلة المليون اللي نزلناها أمس على القناة يا جماعة؟ كان واحد من أحلى أيام حياتي، مرة انبسطنا فيه، وعبد الرحمن فاجأني بهذا اليوم وإحنا فاجأناكم كمان. فإذا حابين تشوفوا الفلوج راح أحط لكم إياه هنا، روحوا شوفوه. اوكي يا جماعة، على بال ما الرز ينطبخ الحين كمان راح اعطي القطط عشاهم مستنين. طبعا قاعدين يحوسون هنا عندي. طبعا في روسيا خيارات الاكل قطط الاكل الرطب اكتر بكثير من هنا، حتى الجاف. بس يمكن لانه انا لسه ما رحت محلات المختصة في الحيوانات وكذا، ما لانه قاعد اشتري لهم اكل من السوبر ماركت. يمكن لو رحت محل اللي يبيع اشياء للقطط ومستلزمات الحيوانات كذا حلاقي. المهم شوفوا كيف اسوي اكل القطط. اوكي اعلمكم طريقة اللي عنده حيوانات، خاصة اللي عنده قطط، عشان يعني ما يمرضوا معاكم، عشان يعيشوا ان شاء الله فترة طويلة، ويكونوا اهم شيء انه ما يمرضوا، لانه تعرفوا القطط لما تكون مناعتهم ضعيفة دائما يمرضوا. فانا ما هتكلم لانه ما شاء الله ما ابغى اعديهم، ما ابغى اعطيهم عين. المهم صحن مو بلاستيك، ورقي. اوكي يا جماعة، جيب اكل القطط. يعني ايش معلومة فيها؟ اوكي جيبي اكل القطط حطيه في الصحن. بعدين لا يا جماعة مو هنا، ايه اكلهم يعني تبغوا تعذبوا احد خلوه ياكل هذا الاكل. يا جماعة ما ادري كيف ياكلوا هذا الشيء. اوه ماي جاد، شيء مو طبيعي، استغفر الله العظيم. المهم شوفوا ايش اسوي لهم انا. طبعا انا جابت لهم فيتامينات، هذه مولتي فيتامين 26 فيتامين في واحد، تخيلوا. والحلو في هذا الفيتامين انه لما ما قال لي انت طالعه كذا حمراء، شوفوا لما تفتحوه تلاقوه مطحون، فتحطوا بس ترشوا على الاكل زي ما انتم شايفين كذا قدامكم، لانه ما القطط ما يحبوا يبلعوا الحبوب وكذا. بس هذه الطريقه يا جماعه. اذا ما عندكم نفس هذا الفيتامين وعندكم فيتامينات العاديه حوريكم كمان طريقه يا جماعة. كمان عندي هذه الفيتامينات شايفينها تيجي كذا على شكل أدوية يعني، فمستحيل توم ياكلها وماميته مستحيل تاكلها. فأنا ايش اسوي لهم زي الأطفال، تعرفوا لما نحط لهم كوسة جوة أكل كذا عشان ما يحسوا بالطعم، نفس الشيء مع القطط أتعامل معهم بنفس الطريقة. يعني أحط لهم أنتيبيوتيك اللي هو البكتيريا النافع، أحط لهم إياه في الموية عشان ما يرضوا ياكلوها كذا في المويه، مضطرين يشربوها، فحط لهم اياه. الحين هوريكم اياه. وكمان حط لهم فيتامينات زي ما وريتكم. اذا عندكم نفس هذا النوع حطوه في الخلاط، اطحنوها واحفظوها بعلبه ورشوا كذا على الاكل من فوق. كل ما تعطوهم وجبه رشوا، بس انتم كمان التزموا بارشادات الفيتامينات نفسها وبس. تعال اقول هذا مخلل الليمون أموت فيه. أوه ماي جاد يا جماعة، هذا من أحلى الأكل اللي ممكن أكله. الرز، أموت في الرز يا جماعة. لذاذة مليون، طبعا جوع مليون صراحة. كنت أبى أقوم من أول بس شو أقول لا خليني أخلص لين ما خلصت
واو. هذا ألات مخلل ليمون ممكن تذوقوه بحياتكم. يجنن يجنن، يعطي كذا نكهة للأكل مو طبيعية. كل شوية حرارة. إلين قاعدة أشوفك. ماما إيش بتسوي؟ تاخذ الآيباد. نو تاخذ الآيباد، رغم إن هي عارفة إنه الآن خلص وقت الآيباد. إلين شو تكلمت؟ يا جماعة ذقت هذا بربيكان اللي بالليمون، هذا هو. واو كذا منعش ولذيذ، مو مرة حالي زي النكهات الثانية. طعمه يفوز. أحلى واحد هذا والشعير. الباقية حسيت كذا السكر فيها مرة زايد. المهم أنا على فكرة لما آكل أحب أتفرج شيء، ما أحب كذا آكل بس بدون ما أسوي شيء. أحب أتفرج يوتيوب، أشوف الناس إيش منزلين، إيش الجديد، إيش القديم، أنتوا إيش تحبوا تسووا. أنا أعرف إنه كثير يستنوا إن إحنا ننزل فلوج عشان يأكلوا، يعني أول ما ننزل إحنا فلوج حتى لو كانوا شبعانين يروحوا يسوي لهم إندومي أو قهوة أو فشار، المهم إنه يتفرجون ويأكلوا. على فكرة أنا نفس الشيء، يعني لما شفت الصالة وريتكم إياها نظيفة وكذا، الحين حوسة مرة ثانية. المهم يا جماعة الصباح لما كنت أسوي بانكيك لإلين تقولوا لي أميرة رجلك باينة مدري. لا يا جماعة مو رجلي، هذا أنا لابسة كنت ليجين لونه بينكي يعني زي لون الجسم فبين كأنه رجلي. الحين حوريكم إياه. هذا هو الليجين يا جماعة مو رجلي، بس شوفوا لونه كيف طالع كذا وردي فاتح. على فكرة هذا من شيء جبته يجنن، الكواليتي خيالي. طيب يا جماعة وأخيرا شلنا مفارش إيلين وغسلناهم، طبعا مو إحنا، أخذوها الشركة ونظفوها وغسلوها جابوها للبيت، لأنه غرفة إيلين بما إنها طفلة يعني تلعب وألوان وصلصال وأشياء، فما شاء الله رجعت جديدة. لازم بس نرتبها لأنها مرمية صار لها يوم. إي 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 I'm an animal from sea. This is my team. اسمه هذاك الانيمال. طبعا هي مسوي حفلة هنا مع أليكسا، قاعدين يتهاوشوا وساعة يتصالحوا. هذا أليكسا أليسا تيخا. هذه أليسا إلين تعتبرها كأنها أختها يا جماعة. تقول لي لا تشيليها من الغرفة خليها عندي، تخيلوا. والسماعة عندها طول يوم، ولما تنام تقول لها تصبح على خير، ولما تصحى صباح الخير. وبعدين أليسا شغالين أغاني وما أدري إيش، مرة مبسوطة إلين عليها. إيش سويتي؟ قاعدة تحضرها وتبوسها. إيش تسوي؟ شوفوا بس ثانية دخلت الغرفة بعدت عن الصالة جاء على طول. مستحيل أحس إن إحنا مو موجودين بجنبه، لازم نكون بجنبه. بس أدخل غرفة إلين يلحقني على طول. يا أختي حنون يا جماعة، هذا صار معي 9 سنوات، تخيلوا 10 عمر والله. المهم أنا قبل شوي وريتكم كيف نظفت الصالة بعد حوسة المليون. شوفوا مرة ثانية صارت حوسة. الحين راح أرتب كل شيء، المطبخ، الصالة، وبعدين راح نفتح الشحنات مع بعض. عبد الرحمن بعد الإيديت. إلي جابت له جهاز المساج العيون يا جماعة من الساعة 1 والله الحين الساعة كم؟ 10:30. الحين 10:30. الله يعطيك العافية والله. إيه قاعدة تبسج له من الظهر وجابت له هذا يتبسج العيون. وأمس نفس الحكاية كمان 10 ساعات.
ايه والله يا جماعة عشان لا في بعضهم يقولوا ليش ما تنزلوا لنا فيديوهات كل يوم. لا انا كده حموت انا يا من الاخر يا جماعة الفيديوهات مرة صعب، سواء في التصوير في الإيديت في كل شيء، فعشان كذا إنه نزيت لأني مطلعة